السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نبدأ. اليوم عندي كيكة بتاعة الدخن، وعاملة فيها حبتين من البيض. وطبعا دي المقادير ظاهرة على الشاشة. عندنا دي ملعقة من الفانيليا البودرة صبيناها، وهنا عندنا ملعقة برضو من النسكافيه هنصبها، وعندنا كاسة من السكر هنصبها، وعندنا هنا كاسة من الزيت هنصبها. نصب المكونات كلها كده مع بعض. وعندنا هنا ملعقة كبيرة برضو من الخل صبيناها، وحنكب ذرة من الملح، وحنجيب ملعقة صغيرة، مش ملعقة صغيرة، ذرة من الملح، حاجة بسيطة. أنا ذاتي كبيته كتير، فالملح ممكن يكون أقل من كده. ونبدأ نضرب المكونات بتاعتنا دي كلها مع بعض. لو عايزة تحطي فيها حليب ممكن، لو ما عايزة تحطي فيها حليب ممكن تستعملي موية عادية تستعمليها. أنا ممكن أحط تدمج المكونات كلها كده مع بعض، نضربها مظبوط لحد ما تخش في بعضها. عدت المرة الأخيرة عندنا بندخل الدقيق بنجيبه، بنبدأ نكبه تدريجيا في الخليط بتاعنا. طيب المكونات بتاعتنا زي ما شايفينها ضربناها مظبوط. وعندنا هنا برضو كاسة من الحليب، كاسة كبيرة، كاسة صغيرة من الحليب برضو بنبدأ ندمج فيها. في أي حاجة بنحاول ندوبها. طيب هنا عندنا الدقيق، كبي على حسب كمية، عاملين كاستين من الدقيق على حسب الخليط بتاعك، لحد ما الخليط تحسي انه الحاجة اللي عايزاها تكون مظبوطة. طيب هنا دي الكوباية الثانية من الدقيق. وهنا عندنا الباكنج باودر او خليط الحلويات، ملعقة بنشتغل في الخليط بتاعنا لحد ما لو طبعا الكيكة بتاعت الدخن بتاعتنا زي ما شايفينها ان شاء الله تنال الرضا والاعجاب. ولحد هسه لو ما مشتركة معانا اشتركي معانا وفعلي زر الجرس، وان شاء الله يصلكم كل جديد. وطبعا زي ما شايفين الخليط بتاعنا صار جاهز. عايزين نجيب القالب بتاعنا، طبعا هنا عندنا القالب انا غلفته عملت زبدة وعملت له دقيق شوية زي ما شايفينه. لو ما عندك ورق زبدة تعملي فيه عادي كده يطلع
الكيكة تطلع معاك مظبوطة وناجحة. طيب صبينا الكيكة بتاعتنا زي ما شايفينها، وبنخلي الفرن سخانته مسبقة، يعني بتحاولي تسخني لي 180 درجة، وبتحطي الكيكة بتاعتك تشوفيها ان شاء الله عشان تختبريها. ممكن تكون عندك خلة، ما عندك خلة ممكن تعمليها كده بالملعقة، عرفتي؟ فالمهم كل الاشياء بتظبط معاك. فزي ما شايفين ان شاء الله تنال الرضا والاعجاب. وزي ما شايفين طبعا ماشيين على الفرن، ويلا معانا نشوف نهاية الكيكة. ان شاء الله خلصنا الكيكة بتاعتنا بتاعت الدخن زي ما شايفينها، ونقلبها لكم في الصحن ونشوفها معانا. قلبنا الكيكة بتاعتنا، نحاول نطلعها. خلصنا الكيكة بتاعتنا بتاعت الدخن زي ما شايفينها، ما شاء الله شكلها جميل حلو. صراحة انا ما قاعدة اعملها طوالي الكيكة دي، لكن يعني ما شاء الله طوالي بتظبط معايا زي ما شايفينها. هشة ما شاء الله. شايفين الارتفاع بتاعها والسوى بتاعها. ان شاء الله تكون نالت الرضا والاعجاب. واذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا لنا باللايك والاشتراك ودعم القناة. ما مشترك معانا زي ما قلت لكم للمرة الثانية، فضلا وليس امرا اشتركوا معانا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان تعم الفائدة لأكبر عدد من المشاهدين أو من الأصدقاء. وجزاكم الله ألف خير وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نبدأ. اليوم عندي كيكة بتاعت الدخن، وعاملة فيها حبتين من البيض. وطبعا دي المقادير ظاهرة على الشاشة. عندنا دي ملعقة من الفانيليا البودرة صبيناها، وهنا عندنا ملعقة برضو من النسكافيه هنصبها، وعندنا كاسة من السكر هنصبها، وعندنا هنا كاسة من الزيت هنصبها. نصب المكونات كلها كده مع بعض. وعندنا هنا ملعقة كبيرة برضو من الخل صبيناها، وحنكب ذرة من الملح، وحنجيب ملعقة صغيرة، مش ملعقة صغيرة، ذرة من الملح، حاجة بسيطة. أنا ذاتي كبيته كتير، فالملح ممكن يكون أقل من كده. ونبدأ نضرب المكونات بتاعتنا دي كلها مع بعض. لو عايزة تحطي فيها حليب ممكن، لو ما عايزة تحطي فيها حليب ممكن تستعملي موية عادية تستعمليها. أنا ممكن أحط تدمج المكونات كلها كده مع بعض، ضربها مظبوط، لحد ما تخش في بعضها. عدلت المرحلة الأخيرة. عندنا بندخل الدقيق بنجيبه ونبدأ نكبه تدريجيا في الخليط بتاعنا. طيب المكونات بتاعتنا زي ما شايفينها ضربناها مظبوط. وعندنا هنا برضو كاسة من الحليب، كاسة كبيرة، كاسة صغيرة من الحليب برضو بنبدأ ندمج فيها. في أي حاجة بنحاول ندوبها. طيب هنا عندنا الدقيق
تصبي على حسب كمية، عاملين كاستين من الدقيق على حسب الخليط بتاعك، لحد ما الخليط تحسي انه الحاجة اللي عايزاها تكون مظبوطة. طيب هنا دي الكوباية الثانية من الدقيق، وهنا عندنا الباكنج باودر او خليط الحلويات ملعقة. بنشتغل في الخليط بتاعنا لحد ما لو طبعا الكيكة بتاعت الدقن بتاعتنا زي ما شايفينها ان شاء الله تنال الرضا والاعجاب. ولحد هسه لو ما مشتركة معانا اشتركي معانا وفعلي زر الجرس، وان شاء الله يصلكم كل جديد. وطبعا زي ما شايفين الخليط بتاعنا صار جاهز. عايزين نجيب القالب بتاعنا، طبعا هنا عندنا القالب انا غلفته عملت زبدة وعملت له دقيق شوية زي ما شايفينه. لو ما عندك ورق زبدة تعملي فيه عادي كده يطلع الكيكة تطلع معاك مظبوطة وناجحة. طيب صبينا الكيكة بتاعتنا زي ما شايفينها، وبنخلي الفرن سخانته مسبقة، يعني بتحاولي تسخني ل 180 درجة، وبتحطي الكيكة بتاعتك تشوفيها ان شاء الله عشان تختبريها. ممكن تكون عندك خلة، ما عندك خلة ممكن تعمليها كده بالملعقة، عرفتي؟ فالمهم كل الاشياء بتظبط معاها. فزي ما شايفين ان شاء الله تنال الرضا والاعجاب. وزي ما شايفين طبعا ماشيين على الفرن، ويلا معانا نشوف نهاية الكيكة. ان شاء الله خلصنا الكيكة بتاعتنا بتاعت الدقن زي ما شايفينها، ونقلبها لكم في الصحن ونشوفها معانا. قلبنا الكيكة بتاعتنا، نحاول نطلعها